السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض شوية افكار سريعة كده تفيدك في مطبخك تنظيفات البيت. يلا بقى، لو اول مرة تشوفي قناتي تابعيني باللايك الجميل والاشتراك، ويلا بينا نبدأ. وقت ساعات بنبقى مستعجلين ان احنا عايزين نسوي اللحمة وهي مش راضية تفك. طب انا عايزة افكها في خلال نص ساعة. نص ساعة، ايوه نص ساعة، ومن غير مايكرويف ولا من غير فرن ولا اي حاجة ولا مية ولا الكلام ده. طبعا اللحمة ما بتحطش عليها مية. طيب اعمل ايه؟ هجيب معلقة من اللحمة واغطيها زي ما انت شفت من خلال الفيديو كده، سيبها نص ساعة، وبعد نص ساعة شوفيها بقت بالطريان ده، شايفاها؟ وقطعتها كمان ومن غير اي مجهود. قطعت شوية منها اهي، شايفاها طرية جدا واللحمة بتاعها طري اهو. في خلال نص ساعة بمعلقة من الملح خلت لي اللحمة زي الزبدة وطرية خالص في ايدي اهي. تمام. والحر اللي احنا فيه كمان كعامل مساعد بيساعد اكتر ان اللحمة تفك معايا بكل سهولة. الفكرة اللي بعد كده، المفاتيح. المفاتيح ساعات عايزة ادخل مفتاح جواها او اطلعه ومش بعرف. طب اعمل ايه علشان خاطر اطلعه من الحلقة دي او ادخله جواها؟ هنجيب نقود او جنيه، ربع جنيه، اي حاجة عندك يعني من النقود الحديد دي. وبعد كده هدخلها في الفتحة كده، وهجيب مفتاح علشان هدخله بالطريقة دي بكل سهولة. طبعا فتح لي الحلقة ودخلته في الفتحة بالشكل ده وشلت النقود، وبعد كده عديته بكل سهولة زي ما انت شايفة، ولا في اسهل من كده. تمام. المفتاح اهو جوه الحلقة موجود فيها بقطعة نقود عندك، دخلتها بكل سهولة. دلوقتي لو انت ما عندكيش اللي هي الحامل بتاع المنشر اللي موجود في الحمام، لو مش عندك تقدري تعملي الفكرة دي سهلة جدا. لو عايزة تشتري شرابات، عايزة تشتري الملابس الداخلية، اي حاجة عايزة تشتريها مثلا مش عايزة تحطيها في البلكونة، ممكن تعملي الفكرة دي. هتجيبي الشماعة بس تكون رفيعة بالشكل ده، وبعد كده هتعلقي عليها المشابك بالشكل اللي انت شايفاه دلوقتي ده. وبعد كده هتبدأي ان انت تعلقي عليها الشربات. لو الشربات بتتوه منك وسط الغسيل، اعمليها بالطريقة دي، حلوة جدا وسهلة بجد. ممكن تعلقيها على البلكونة بالطريقة دي، او ممكن تعلقيها في الحمام او في اي منشر عندك لو عندك موجود في الشقة. المنشر الكبير ده برضو ممكن تعملي الفكرة دي عليها. فهي سهلة جدا ان انت تحطي المشابك، وبعد كده تعلقي عليها زي ما قلت لك ملابسك الداخلية، او ممكن تحطي كمان الشرابات بالطريقة دي. بكل سهولة هتنفعك. انت كده تكوني عملتي منشر في البيت. الفكرة اللي بعد كده، لو ايدك مثلا متعورة وحاطة عليها لزقة او اي حاجة، ممكن ان انت تجيبي الجوانتي ده اللي هو الجوانتي البلاستيك، وبعد كده هتقصي صباع من الجوانتي بالطريقة اللي انت شايفاها كده بالمقص. وبعد كده هقولك هتعملي بيه ايه. طبعا لو صباعك مش عايزاه يجي عليه مية او اي حاجة، هتحطي الصباع ده كده بالطريقة اللي انت هتشوفيها دلوقتي كده، عمره ما هيجي عليه مية ولا اي حاجة. وكده انت هتكوني حافظتي على صبعك. لو ايدك متعورة، زي ما قلت لك، لو حاطه فيها لزقه او اي حاجه، عمر ما الميه هتدخل جوه ايدك يعني في الصباع ده ولا اي حاجه. كده انت تقدري تغسلي بقى المواعين، تشوفي وراكي ايه الكلام ده بكل سهوله، وعمر ما اللزقه هتتشال اللي جوه، طالما انت محافظه عليها بالصباع اللي انت شايفاه ده كده. لو الفكره عجبتك بقى، حط اللايك الجميل منك والاشتراك وشجعيني عشان يوصلك فيديوهاتي. هقولك فكره تانية حلوه برضو بنفس الجوانتي البلاستيك ده. لو مثلا رايحة رحلة، رايحة مثلا النادي، عايزة تاخدي معاكي سكينة بس مش عارفة طبعا هتعورك لو حطيت ايدك في الشنطة والكلام ده، هتجيبي السكينة كده، وبعد كده هتدخلي ال- اللي هو الصباع بتاع الجوانتي ده بالشكل ده. هتعمليها بحتة استك من تحت او اي توكة بالاستك وبس، خلاص. خديها بقى معاكي في كل حتة، عمر ما ايدك هتتعور. شايفة؟ طبعا هيحمي لك صوابعك ان انت اول ما تحطي ايدك في الشنطه، عمر ما ايدك هتتعور ولا اي حاجه. وكده انت خدتيها معاكي في اي مكان انت عاوزه تروحيه. الفكره بقى اللي بعد كده، لو عندك نص ليمونه كده مرمي في التلاجة، هاتيه وتعالي هنعمل بيه حاجات انت ما كنتش تتخيليها ان هو يعني يعمل لك الحاجات دي كلها. بس هنضيف اضافه كده معايا، هنجيب شويه من الملح هنحطهم على الليمونه، وبعد كده هقولك هنعمل بيه ايه. اول حاجة هتجيبي المعالق اللي هي المطفية عندك، او اللي هي قربت تصدي، آه، اعمليها بالشكل ده بفكرة بسيطة جدا. هتجيبي المعالق دي، وبعد كده هتجيبي ليمونة اللي هي فيها الملح، وبعد كده هتعملي بيها الصدى اللي موجود في المعلقة.
ولو المعلقة مطفية معاكِ بالشكل ده هيخلّيها تلمع وكأنِك شارياها جديدة أو لسه ما استعملتيهاش خالص. هتبدئي إن أنتِ تلمّعيها كده بالليمونة. الليمون ده بيشيل أي صدى عندِك، سواء في الحلل الstainless ممكن تلمّعي بيها الخلاطات بتاعة الحنفيات، أي حاجة stainless عندِك اعمليها بالطريقة دي. كمان الحوض ممكن تلمّعي الحوض بعد ما تخلّصي المواعين وتخلّصي آآ يومِك كله، ممكن تلمّعي الحوض كده بالليمونة بشوية من الملح، وهتلاقيه بقى بيلمع معاكِ، بس هتسيبيه كده مدة 5 دقايق والّا حاجة، يعني في الليمون في الحوض، وبعد كده تبدئي إن أنتِ تشطّفي الحوض وتغسليه، هتلاقيه رجع معاكِ جديد وكأنِك برضه شارياه. يعني بجد الوصفة دي هايلة. أنا خلّصت أهو الليمون عملته على المعالق كلّها، وبعد كده رُحت غسلتها. شايفين؟ بُصّوا، شايفين اللمعة؟ بجد يجنن، فكرة بجد تجنن وتستاهل مليون لايك مش لايك واحد. بجد حلوة جدا وسهلة وسريعة، تنجز معاكي في الوقت جدا بدون اي خلطات، بدون اي مكونات مثلا شاريها او اي حاجة. بشوية ملح ونص ليمونة مرمية في التلاجة هتعمل لك كل اللي انت شفتيه ده. كمان النص الليمونة دي بشوية الملح ممكن تتحط في التلاجة أو الفريزر، بتشيلك أي ريحة مكان الفحم، يعني بدل الفحم تشيلك أي ريحة موجودة في التلاجة أو موجودة في الفريزر. آه، بجد تجنن. كمان الصدى اللي موجودة في السكاكين كده زي ما انت شايفة، السكينة عندي فيها حتة من الصدى من تحت كده قربت تصدي، فانت يا دوبك الحقها كده ان انا اعملها بنص الليمونة دي بشوية من الملح، وان انا المعها كويس جدا. شايفين؟ لو عندك سكينة قديمة مثلا على طرفها كده صدى برضو بتشيل الصدى كله. اهي شايفة، انا هغسل لك دلوقتي السكينة علشان اوريك ان السكينة نطفت وكأنك برضو شارياها جديدة. بصوا شايفين انا عملت كل حتة موجودة في السكينة ونضفتها بالنص ليمونة وشوية الملح. هوريكي بقى بعد ما غسلتها، بصي رجعت تاني بتلمع. بص شايفة؟ بجد اللمعة هايلة، حلوة جدا. جربي الفكرة دي لو عجبتك الفكرة. ما تنسونيش بقى في اللايك الجميل والاشتراك منك عشان يوصلك فيديوهاتي، وهتوحشوني جدا. مع السلامة.